زيادة المرتبات مش دايما صح. قبل ما تهاجمني وقبل ما تنتقد في الكومنتات اسمع رأيي، يمكن تفهم قصدي ايه. تعالوا نفترض ان الحد الادنى للأجور زاد من 20 جنيه ل 30 جنيه في الشهر للموظف. انا كصاحب عمل، لو انا جاي لي موظف اخر مهاراته وتقله وثقله الوظيفي ما يجيبش اكتر من 20 جنيه، تفتكر هعمل ايه؟ هضطر ارفضه. ليه؟ اني ملزم ادفع على الاقل 30 جنيه، وبالتالي بال 30 جنيه دي هدور على حد يستاهل فعلا ال 30 جنيه. يبقى انا بشكل ما اديت لبطاله وحرمت المجتمع من الخدمات المتواضعه اللي كان هيقدمها العامل ابو 20 جنيه. تاني حاجه، ودي هيفهمني فيها اكتر المحاسبين واللي مختصين بتكلفه الانتاج، طالما هرفع اجر الموظف بالتالي انا هرفع تكلفه الانتاج، وبالتالي انا هرفع سعر المنتج. يبقى اوتوماتيك انا بزود الاسعار، وبالتالي هخسر فئه كبيره جدا من المستهلكين اللي كانوا بيشتروا مني بالاسعار القديمه، مش هيشتروا مني بالاسعار الجديده، وبالتالي المنتج هيخسر وهيفلس وهيضطر يقفل المنظومه بتاعته، وبالتالي ادينا البطاله بشكل غير مباشر. انا اديتك زاويتين بس ليها زوايا كتير قوي. الحل ايه؟ الحل هي رفع القدره الانتاجيه للعامل، تخليه ينتج اكتر ما هو بينتج في العادي، وبالتالي تزيد الثروه بتاعت البلد، وبالتالي كل المنتجين يتهافتوا ان هم ياخدوه عندهم، وهتلاقيه بالتالي سعره بيزيد في السوق لان الطلب عليه اكتر بكتير من العرض، فهياخد مرتب ازيد بكتير من اللي هو بياخده. هنا تبقى زياده حقيقيه في الاجور. مش بقول لك ما تزودش مرتبات، انا بس بفتح دماغك على حاجات ممكن ما تبصلهاش، بس انت اول واحد هيتاذي منها قدام. انا بتاع شغل، تابعني عشان بنزل وظايف كتير.